معاكم على الهوا. كلنا سعادة بتكريم الفنان الكبير أستاذ رياض الخولي، وكل الموجودين بيحبوه وبيساندوه، ومعاه كمان ابنته يعني كتف في كتف كده بتسانده. بنقول لك ألف مبروك، ومنور شاشتنا شاشة التلفزيون المصري نايل سينما. تقول إيه النهاردة بهذا التكريم الجميل؟ أنا طبعا بشكر القائمين على المهرجان، وكويس إن هم افتكروني، ودي كانت أول دعوة لمهرجان الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما. فأنا لبيت الدعوة، وفي نفس الوقت في تكريم خاص بيا. بشكرهم جدا جدا جدا. بشكر الأستاذ أمير أباظة، وبشكر التلفزيون المصري لأنه ده صاحب الفضل علينا كلنا، وبشكرك. ودي بنتي الدكتورة رنا. دكتورة رنا، تقولي إيه للوالد النهاردة في هذا التكريم الجميل بقى؟ اقول له الف مبروك. تستحقها. انت راجل جميل ومجهود سنين طموح اتحقق. والحمد لله، يعني انا مبسوطه جدا 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 بتكريمه في كل وقت. أستاذ رياض، أنت أنهي شخصية من الشخصيات القوية بتاعتك في البيت مع الدكتورة بقى؟ هل الشخصية الطيبة ولا الصعيدي الجامد ولا المتفهم ولا بتاع رايه وسكينة ولا إيه؟ يعني خلينا انا ده اطيب خلق الله. لا، يعني مش بجد شرير ده خالص. اطيب خلق الله. لا، مش صعبة. شرير خالص. مش شرير خالص. لا، والطيبون هم صانعي ادوار الشر افضل. فعلا هم بيقدموا، فعلا الطيبين، ممثلين طيبين يقدموا أدوار الشر. زكي رستم، محمود المليجي، فريد شوقي، كانوا بيبيهات قلوب اطفال. هي مش المساله مش كده، مش تقسيمه يعني، انما هو ادوار الشر ادوار صعبه جدا جدا جدا، لان الشر متنوع. صح. فكونك بقى انك تنجحي في هذا التناول او هذا العرض او التقمص الشخصيه الشريره، فده بعتبره منتهى الجوده انما الطيب عادي جدا. ازيك، عامله ايه يا حبيبتي، زي ماما وزي بابا. بابا حلو. انما الشر. لا، وحضرتك ما شاء الله يعني زي ما بيقولوا لعيب سينمائي حتى في الادوار، رغم ان السينما شفنا ان الدراما التلفزيونيه خدتك اكتر بكتير عن السينما وشدتك وخدت وقتك كله، بس ظهورك كان في اي دور سينمائي يعني ما ننساهوش بالمره. يعني كان في مباراه قويه مع عادل امام. بتشوف السينما ازاي دلوقتي؟ بتبص لها ازاي؟ يا ريتك ركزت شويه، ولا بالعكس سعيد لان ادوار الدراما التلفزيونيه كل الناس بتحبك فيها الصراحه؟ هو بصي، يعني احيانا ياخدك المطاف المشوار وهو اللي البوصله توجهك. انا كان مشواري في السينما، اعتقد انا جيت في الوقت اللي كان فيه السينما بتقلب الشرف، يعني كان هنيدي بقى. فانا مش ابن، يعني أنا لو كانت اتاخرت شويه كنت انا ابقى موجود. انا ده تفسير خاص. انما اراد المولى عز وجل ان احنا يبقى في منحى مسرح مثلا او تلفزيون. والتلفزيون ما يقلش عن السينما، بالعكس. وحضرتك بنصنفك وحش تمثيل سينمائي يعني تلفزيوني. لو في كلمة هتوجهها النهارده على المسرح، محضر ولا يعني ما بتحضرش للكلمات الخاصة بالتكريم الخاصة بحضرتك؟ لا، انا عمري ما حضرت كلام. انا ولا مذيع مثلا يقول لي خد اسئله وجاوب. لا لا لا، على الهواء افضل يعني. انا املك ناصيه الكلمه، واستطيع ان انا اتفوه بكلمه طيبه وحسنى. لا، ده اكيد مش تملكها بس يا استاذ رياض، ده انت يعني ملكتها، متمكن منها. قولي لي، تقولي ايه النهارده بقى للوالد يعني في كلمة تذكريه باشخاص كانوا اثروا في المشوار؟ هيكون افراد من العائلة ولا ممكن يبقى ناس من اللي كان اشتغل معاهم؟ لا، اظن اللي اثر في بابا كان مدرس الموسيقى بتاعه وهو في المدرسه. ده يعني ده الشخص الرئيسي اللي وجه بابا للطريق الفن مبدئيا. اظن ممكن يكون متاثر شويه بزكي رستم شويه. انا بشوفه يعني الباتشينو الصراحه من وجهه نظري، أو احسن يعني. لا، ده هي خليني اسرق ابويا التصريح. وحقي. لا دكتورة رنا، ناخد منك هذا التصريح. هو فعلا الباتشينو الدراما المصرية والعربية. ألف مبروك. بتجاملني بتجاملني حقي حقي والدي وحقي. هي بتجامل، أنا بقول بقى ما يملي علي ضميري الإعلامي بإن أنا أستخدم هذه التسمية. ألف مبروك أستاذ رياض، وبنشكرك لوجودك معانا على شاشة نايل سينما. شكرا ليكي وشكرا للساده المشاهدين. ميرسي شكراً. ميرسي.
معانا على الهواء مباشرة على شاشة نايل سينما الهيئة الوطنية للإعلام نجمتنا ليلى علوي، النجمة الحقيقة اللي بتتمتع بقدر هائل من الإبداع، قدر كبير من التفاني للفن، احترام الفن، احترمت فنها فكل الجمهور حبها، مش بس هي عشان موهوبة بجدارة، لكن كمان هي دايما كانت بتبص لكل دور لكل فيلم بأنه لازم يكون في تفاني فيه، ان هي بتاخده بجدية شديدة. قلبها طيب جدا وعندها قدرة على قراءة البشر بشكل كبير، متنوعة في الأداء. الحقيقة لما تبقى الدورة على اسم ليلى علوي يبقى أكيد دورة جميلة بجمال ليلى علوي، ومسميات كتيرة، كان في قطة الشاشة المصرية ومسميات كتيرة. أستاذة ليلى، طبعا الاسم على المهرجان الحقيقة ادانا حب زيادة لهذا المهرجان الرائع. لما قالوا لك هيبقى اسمك على هذه الدورة قلتي ايه وخدتيها ازاي الموضوع ده في هذه الدورة ال41؟ اولا انا بشكرك جدا، انت اللي جميله جدا. بصي الحقيقه انا متاخره على مهرجان اسكندريه لان هو كان بقاله كذا سنه بيكلمني السنتين 3 اللي فاتوا، وانا كنت الحقيقه مرتبطه في هذه الفتره بتصوير فمش قادره، ولكن السنه دي مع سمير فقيه انا اصريت ان انا فعلا اكون متواجده، ولانه شرف كبير ليا واكيد تقدير لمشواري ولاعمالي ولكل الناس اللي انا اشتغلت معاهم. كون ان دوره مهرجان اسكندريه لدول البحر المتوسط في 2025 تحمل اسم ليلى علوي، ده انا ممتنه وبشكرهم، وده تقدير كبير الحمد لله لعمري ولمشواري. بشكرهم جدا، اكيد سعيده وممتنه. وانا عايزه اقول لك حاجه مهمه قوي، من زمان انا عندي تاريخ كبير في مهرجان اسكندريه من سنه 84 85 لما عملت خرج ولم يعد، وكان استاذنا الكبير الاستاذ كمال الشيخ، طبعا كمال الملاخ، سوري انا اسفه جدا، الاستاذ كمال الملاخ. هو شهاده تقدير من لجنه محترمه جدا على دوري في خرج ولم يعد، وتوالت الاعوام والمهرجانات بافلام ومسابقات وجوائز للافلام وجوائز تمثيل ولجنه تحكيم ورئيسه لجنه تحكيم وضيفه شرف المهرجان، وان الحمد لله النهارده الدوره باسمي، فانا سعيده جدا وبتمنى دوره موفقه وناجحه وافلام مميزه من دول البحر المتوسط كله. تستعدي بكلمه في كل مره؟ يعني انا كنت معاكي حتى في مهرجان جده في البحر الاحمر في اول دوراته برضه كرم ليلى علوي، وكانت احنا كنا كلنا سعاده وماشيين يعني نفتخر. ايوه، وكانت اول دوره في المهرجان وكانت هتحصل قبل الكورونا واتاجلت بعد الكورونا. طبعا بصي اي تكريم وتقدير بيسعد الفنان، لانه ده بيبقى الحصاد بتاع اعماله، والحمد لله مش اي اعمال يعني اعلام. لا ما شاء الله علامات، يعني احنا بنتكلم على افلام الحقيقه فنيه جدا، والافلام الحاليه اللي بتقدميها متنوعه وبقى فيها نضج شديد، وافلام تانية بنشوفها بتروح مع مجموعه المأوى الخضره والوجه الحسن ونشوفك بتقدمي دور مختلف، يعني الحقيقه تميز شديد. لو قلت هتهدي التكريم ده او هتهدي ان يبقى اسمك على الدوره، تهديها لحد سواء حاجه شخصيه او حاجه عمليه، تديها تهديه لمين؟ أهدي التكريم السنة دي لمين؟ هديه لصناع السينما المصرية والعربية اللي بيحلموا، للشباب اللي بيحلموا إن هم يصلوا للعالمية. أيوة هتصل للعالمية من خلال أعمالك ومن خلال صدقك وواقعيتك في أعمالك، لأن الإنسان واحد في كل العالم والخير والشر معروفين. فبهدي الدورة دي لصناع السينما المصرية والعربية الشباب. احنا بنشكر وجودك معانا على شاشتنا نايل سينما والهيئة الوطنية للإعلام، وبنتمنى لك كل التوفيق والتكريمات. الحقيقة احنا بنبقى كلنا فخر، وانا شخصيا كلي فخر في مهرجانات عديدة. الحقيقة الفنانة ليلى علوي بترفع راسنا جميعا كمرأة بتعمل في مجال المبدع وسيدة مصرية مرموقة في كل شيء، جمال وطلة وفكر. والحقيقة كان كتير من الزملاء كاتبين عن حضرتك، حتى الفنان محمد صبحي كان كاتب بوست النهاردة راقي جدا. تقولي ايه لكل زملائك اللي كلهم الحقيقه على الفيسبوك وعلى الحياه وبالرسائل كلهم بيحيوك؟ طبعا انا
بشكر جدا الأستاذ الكبير الأستاذ محمد صبحي، بشكر عزيزتي وصديقتي الغالية الأستاذة يسرى، والأستاذة حبيبة قلبي إلهام شاهين، والأستاذ خالد عبد الجليل. أنا لسه ما قريتش الكتاب كله. أولا شكرا لهبة اللي كانت عملت الكتاب، وشكرا لإدارة المهرجان جدا، وبشكرهم جدا جدا. وبقيت سعيدة وعينيا بترغرغ وأنا بقرأ، لأني شايفة إن كلامهم الصفات واحدة وكلهم صادقين فيها جدا. شكرا لمحبتكم، شكرا لتقديركم، ربنا يخلينا لبعض وسند لبعض ودايما في ظهر بعض. وتتويجي النهارده واسمي بيحمل الدور المهرجان، كلمتكم ليا ومحبتكم ليا ومباركتكم ليا، ده تقدير كبير جدا جدا. شكرا ليكم، شكرا لجمهوري، شكرا. شكرا لمحبتكم وتقديركم واحترامكم. بتخلوني أسعد واحدة في الدنيا، وبتخلوني مش عايزة أي حاجة تانية غير محبتكم. الحمد لله، بشكركم.